كنت عملت فيديو قبل كده عن مشكلة كانت عندي في أسناني أول ما جيت ألمانيا، ونوعا ما اتعالجت منها، وهي إن كان عندي ألم دايما غير مبرر، وكانت يعني بيجيلي دايما إحساس إن في حاجة بتزن في أسناني من غير سبب، من غير تسوس، من غير أي حاجة يعني وحشة في أسناني. فطلع المشكلة إن أنا محتاجة ألبس حاجة أثناء النوم، لأن أنا كنت بضغط جامد على أسناني وأنا نايمة. فده كان بيعمل ضغط على الفك هنا، وبيخليه دايما يعني في احساس مش لطيف يعني بحس بيه. فعشان تعالج الموضوع ده المفروض ان انا رحت اول مره خالص اعرف الحكايه دي، كان دكتور الماني شاطر جدا وعمل لي حاجه زي دي كده، شينا، اسمها شينا او نايت جارد. فدي بتلبسها بالليل، او يعني ايام المذاكره وايام ما كنت بدرس، يعني قال لي ممكن تلبسيها كمان اثناء ما بتذاكري، لان احيانا الواحد في اللاوعي لما بيسرح في حاجه كتير ممكن يعني يبتدي يعض على اسنانه وهو مش واخد باله اصلا يعني. والحاجات دي كلها بتاثر في النهايه، لان بتعمل ضغط جامد على الفك عندك وعلى عضلات الفك، فما بتريحش. فهو يعني رشح لي ان انا البس دي. فهو الراجل ده، الدكتور ده، عمل لي اول شينه خالص لبستها، كانت حلوه جدا جدا، مريحه، و بتتلبس هنا على الفك اللي تحت. فبتبقى يعني الفك اللي تحت عامه بيبقى اريح من اللي فوق. اللي فوق بيبقى السنان بتاعته صغيره وبتبقى ضيقه جدا، وعشان اصلا تركبها وتشيلها الموضوع بيبقى مجهد. فهو يعني رشح لي ان انا اعملها على الفك اللي تحت، وفعلا عملتها، وعملها لي من ماتيريال كويسه جدا جدا جدا. ودي حاجه انا حابه يعني تشير يعني النولج دي معاكم، لان الشينه في منها انواع كويسه وفي منها انواع مش كويسه. فلو اي حد هيضطر يعمل حاجه زي دي لازم يسال الدكتور قبل ما يعمل له اي حاجه، وهو يعني حتى قبل ما ياخد المقاسات اساله ايه الماتيريال اللي هتعمل لي بيها البتاعه دي، لان في منها بيبقى ناشف قوي من جوه. ودي حاجه انا عملتها ورميتها في الزباله بعد كده. عملها لي ضيقه جدا على اسناني، مش بس انها ضيقه، من جوه ناشفه. فلما تيجي تحطها على اسنانك بيجي لك يعني بتهيألي لو ما لبستهاش وجع اسناني هيبقى اقل بكتير من ان انا البسها واصحى تاني يوم كل يوم الصبح حاسه ان اسناني كانهم كانوا متكتفين كده في حاجه. ف دي قبل ما تعملها لازم تسال كويس جدا، وتسال كمان ان هو يعملها لك. في عندهم ماتيريال كويسه، في بعض العيادات عندهم بيعملوها جواها بيبقى زي طبقه جمي، زي طبقه جمي، زي رابر كده او مطاط بيبقى جوه، بتبقى زي كوشن، بتبقى زي وساده كده بتريح الاسنان كانك حاططها كده في جل، فما بتضغطش خالص على السنان، وبتبقى حلوه جدا ومريحه، وبتقعد سنين يعني مش هتضطر بقى تغيرها ولا اي حاجه، وبجد بتعيش وبتبقى حاجه كويسه. لو الدكتور ده او العياده دي ما بيعملهاش بالطريقه دي امشي وما تعملهاش. وانا بقول لك امشي وما تعملهاش، لانك هتاخدها هترميها في الزباله. والمشكله في دي ان التامين الصحي هنا، لو انت في المانيا، انا بتكلم في المانيا عشان انا عملت الموضوع ده كذا مره، لو عملتها هنا مره بتقعد بعدها على حسب كل كرانكن كاسه، على حسب كل تامين صحي، بس في الغالب ممكن تستنى سنه بعدها عشان تقدر تعمل واحده جديده. ف لانها مكلفه فمش بتعملها وبعد يومين ثلاثه بتعمل واحده جديده، او بعد شهرين لما يجي لك مزاج. لا، لو عملتها بتلبسها بقى بتلبسها بجد يعني حرفيا ممكن لمده سنه لحد ما التامين مثلا يكون الفتره عدت وتقدر تعمل واحده جديده. انا في حالتي ما كنتش اعرف الموضوع ده، كنت عامله الاول واحده كويسه وريحتني وادمت بقى 5 سنين او حاجه، فكنت عايزه اعمل واحده جديده، فرحت للدكتور وانا ما كنتش اعرف. انا كنت فاكره ان نظام الشينه وازاي بيعملوها هنا دي حاجه ستاندر في المانيا، حاجه ثابته، نفس المكونات في اي حته بتروح تاخدها من اي مكان، نفس هي. ده مش حقيقي. طلعت كل عياده هنا في المانيا، كل عياده اسنان ليها معمل بيتعاملوا معاه وليه طريقه بيصنع بيها البتاعه دي. ففي معامل للاسف مش كويسه، بيصنع حاجه جودتها وحشه جدا وبتبقى ضيقه جدا، حتى لو اخد المقاسات مظبوطه ما اعرفش ليه يعني بيطلعوها ضيقه جدا في الاخر، ما تقدرش تلبسها اصلا ولا لوحدك، ولا تقدر تشيلها، ولا صعبه جدا. وبيعملها من ماده رخيصه باين ولا ايه ما اعرفش، بتبقى ناشفه قوي من جوه، فعشان اصلا تلبسها تصحى تاني يوم تحس بالم رهيب رهيب رهيب، اللي هو انت محتاج بقى تتعالج من اسنانك مدى الحياه، بدل ما كنت هتعالجها انت لا لسه يعني فتحت على نفسك موضوع مؤلم، يعني مؤلم بجد. ف انا ما كنتش اعرف ورحت عملتها عند عياده تاني واحده بقى اعملها. فطلع الدكتور، ما سالتش طبعا عن ماتيريال ولا سالت عن اي حاجه، ما اعرفش بقى، فاكره ان هي ستاندرد. لقيته بعد ما اخد المقاسات رحت استلمها، بتاخد المقاسات الاول بعدين بتروح بعدها حسب اسبوع او اسبوعين لما بتبقى جاهزه بيكلموه فبتروح. فهو بيركبها لي، حاسه ان هو كده يعني بيكبسها مش بلبسها، بيكبسها لي على اسناني، يعني ناقص يجيب مثلا شاكوش ويدق فوقيها عشان تدخل، يعني حاجه فظيعه. فغباء
ما شفتوش في حته بصراحه. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه عشان اشيلها بقى انا لوحدي مش عارفه اشيلها، حتى يعني يقول لي لا لازم مش عارفه ايه بالاثنين مع بعض نشيل، ما بتتشالش. تمام، لا جربيها وبتاع، وحاول يقنعني ان انا اخدها. فاخدتها وروحت بيها. تاني يوم الصبح صحيت سناني بتوجعني وجع رهيب. اتصل بيه يقول لي خدي ميعاد وما اعرفش ايه. اخدت ميعاد بعد اسبوع ولا حاجه، رحت قعد يبشرها لي والله العظيم قعد يبشرها ويبردها من هنا ومن هنا وما اعرفش ايه، ويلبسها لي تاني، ما بتدخلش اصلا. رحت له بقى على الموضوع ده بتاع شهر بقى، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. في الاخر انا زهقت. ومش عارفه اعمل واحده جديده، مش عارفه اعمل واحده جديده، لان لازم يكون يعني يعدي سنه مع التامين بتاعي عشان يقدر يصرف لي واحده جديده. فساعتها كان حوار بقى، دخلت في يعني ارجيومنت كبيره. واوحش حاجه تعملها في المانيا انك تدخل ارجيومنت مع المان، وخصوصا المان بيتبعوا رولز وقواعد وحاجات هم ماشيين عليها، صعب يعملوا لك اكسبشن. فكانت يعني ليله كبيره سيادتك يعني في الاخر. وفي النهايه قلت لهم انا البسها عادي مفيش مشكله، بس انا هيجي لي الم في اسناني، واللي انتوا هتصرفوه عليا بعد كده في علاج الاسنان اكتر بكتير جدا، هيكلفكم كتير جدا ان انتوا تعملوا لي واحده جديده. فاعملوا لي واحده جديده وراعوا مشاعري يعني، وخلاص على كده ونخلص من الموضوع ده. فالحمد لله يعني بعد شهور بقى مع الكرانكن كاسه واكلمهم وايميلات وما اعرفش ايه، عملوا لي اكسبشن. ودي حاجه من الحاجات القليله قوي قوي، مش عارفه انطقها لانها ما بتحصلش يعني few times or never could happen. وعملت واحده جديده، رحت بقى دورت على عياده تانية خالص ثالثه يعني، ورحت للدكتور شاطر وعمل لي واحده جديده. وقبل ما يعمل لي اي حاجه سالته وقلت له لازم يكون جواها كذا كذا، ووريني سامبل كمان من عندك، يعني دي بقى حاجه عشان تطمنك اكتر، وريني سامبل منها لو عندك مثلا واحده اوريدي معموله، وريني ازاي بتعملها واشوفها، يعني اشوف الملمس بتاعها عامل ازاي وكده. فالدكتور فعلا كان بجد كان حد محترم جدا. عشان كده المانيا فيها اماكن كتير كده، وفيها كده فيها دكاتره كده، وفيها يعني فانت دورك بقى ان انت تدور كده وتدعبس كده كويس عشان تلاقي المكان الكويس اللي يعاملك كويس ويحترمك يعني، ويدي لك حاجه بجد كويسه صالحه للاستعمال، مش مجرد ان هو انت كبيشنت رحت له فلفلك اي حاجه ويلا امشي بقى خلاص ما شافش وشك تاني يعني. في ناس بيتعاملوا معاك بجد كويس. فالدكتور ده اخر واحد رحت له عملها لي بشكل كويس جدا 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 جدا، وقعدت عليها كمان 4 سنين ولسه يعني ولسه مغيراها السنه دي. لما رحت له السنه دي عمل لي واحده جديده احسن كمان من القديمه اللي هو عملها لي، فمريحه جدا وبتريح. و انصح بيها اي حد عنده مشكله في اسنانه او بيعاني من نفس يعني اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا لجأتوا ان انتوا تستعملوا حاجه زي دي وايه تجربتكم معاها، ولو انتوا مبسوطين بيها او حابين تغيروها. ودي كانت نصايح بس، يعني لو اي حد لسه ما عملش اي حاجه يعني يختار لنفسه حاجه كويسه، يختار لنفسه عياده كويسه، دي اول حاجه، ودكتور يفهمه ويقدره ويحترمه ويفهم متطلباته يعني، وياخد ويدي معاك ويعمل لك الحاجه في النهايه اللي انت عايزها، لان انت اللي هتلبسها وانت يعني اللي هتعاني لو هي مش كويسه. ف دي حاجه مهمه جدا يعني لو حد بيفكر يعمل حاجه زي كده، حبيت يعني اشارها معاكم. بس كده هعمل فيديو تاني عن الدكتور ده لان معاملته ما كانتش حلوه معايا، فهقول لكم بالظبط عمل معايا ايه وانا بستلم الشينه دي من عنده. ف لحد هنا بس كده، وباي، تشاو.